بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فيه: كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما كانش فيه نار بتوقد في أي بيت من أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما معناه إن ما كانش فيه طبخ، ما كانش فيه أكل، وكانت الأمور في أضيق الحدود. دلوقتي لا يخفى على أحد الظروف الاقتصادية والمادية اللي موجودة في كتير من البلدان، واللي بتعاني منها أسر كتير جدا، وهو ضيق العيش والظروف الاقتصادية الصعبة، واللي للأسف الشديد بتتسبب في بعض المشاكل ما بين الأزواج بسبب الضغط الشديد اللي بيقع على الزوج، وبالتالي جزء من متطلباته ممكن ما بيقدرش يوفيه، وممكن يكون مديون، والأم كمان بتكون مضغوطة من متطلبات أولادها اللي دايما بيطلبوا من الأم بشكل أكتر من الأب، على أساس إن هي حلقة الوصل ما بينهم، فهي تروح تتكلم مع الأب، فما فيش إمكانية، فتحصل المشاكل. إزاي أمورنا تمشي في البيت واحنا موجودين في ظروف اقتصادية صعبة، في ضيق من العيش؟ بعض النساء حاسة ان الدنيا صعبة جدا، هي مش قادرة تستمر في الحياة دي. ازاي تستمر؟ ازاي الظروف المادية الصعبة ما تأثرش على علاقة الأزواج ببعضهم؟ ازاي يكون عندنا رضا أولادنا ما يتأثروش نفسيا في حال وجود تعثر مادي في أسرتهم؟ كل التفاصيل دي إن شاء الله هنعرفها خلال حلقتنا النهاردة، هنتكلم فيها عن ضيق العيش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل معاه وزوجاته، ازاي كانوا بيتعاملوا مع الظروف الاقتصادية الصعبة وضيق العيش. إن شاء الله هنعرف التفاصيل دي مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش. السلام عليكم أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله في برنامجك المتميز. الله عز أهلا وجل وسهلا. يفتح علينا جميعا ويعيذنا من شظف العيش وضيقه. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. نبدا مع حضرتك حوارنا بحديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، اللي تحدثت فيه وقالت: كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. خلينا نناقش مع حضرتك هذا الحديث ونسقطه على واقع البيوت النهارده. هل تستطيع النساء الآن تحمل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها والظروف المادية الصعبة كما كانت تتحمله أمهات المؤمنين؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عليه البداية الصلاة والسلام. لازم نعرف اليوم أنه قدرة النساء في التحمل تغيرت مع الوقت. يعني ما كانوا عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء السلف الصالح في السابق وقدرتهم على تحمل أمور أصعب بكثير من أمور الضيق في العيش، لم تعد المرأة اليوم قادرة على ذلك، والسبب طبعا بسبب متغيرات الحياة والواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه. الواقع الجديد فرض علينا أشياء جديدة يعني، ودخلت علينا أمور كثيرة جدا، فبناء على ذلك تغيرت الكثير من المفاهيم والأفكار في التعامل معها، ونتج عن تغير المفاهيم والأفكار تغير ردة الفعل والسلوكيات يعني. فأصبح الناس الآن متهافتين ومقبلين على الدنيا أكثر ما هي في الآخرة. اللي يميز نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء السلف الصالح أنه هم أخذوا موضوع الدنيا وما فيها مما يحدث فيها وما فيها أنه هو من الزاد الذي يتزودون به للآخرة. لذلك كان تركيزهم على ما في يد الله سبحانه وتعالى وعلى ما في الدار الآخرة. لذلك كان عندهم القدرة على التحمل، وعارفين أنه هذه مسألة مؤقتة ومرحلة يجب أن يمروا فيها فقط. الواقع الآن مختلف. الواقع الآن أنه النساء أصبحت الدنيا هي دار، ليست دار ممر، إنما صارت دار مقر ومستقر ومقام. للأسف، مع ذلك الأسف، بناء مع على الأسف. هذا الفهم. مم. نعم، أصبح بناء على هذا المفهوم أصبح التعامل بهذه الكيفية، أنه عدم القدرة على التحمل. ليش أتحمل يعني؟ ليش أجلس في هذا الفقر؟ ليش أتحمل هذه مم. الصعوبات؟ ليش مم. أجوع أنا وأولادي؟ ليش؟
كمان مو بس إن هي ليش، لأن هي بتقارن نفسها بالأخريات، في نساء مثلها يعني يقولوا نفس الكلام، فبالتالي بتقول لك طب ليش أنا، يعني إشمعنى أنا لحالي اللي أتحمل، ما النساء بالضبط، كلهم عندهم وكل الناس بالضبط. عندهم وكل إمم، الأمور تمام، إشمعنى أنا؟ في عكس إنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة في والسلام. عهد النبي وأمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح، كان السائد في حال الناس هو قلة ذات اليد وليست اللي هو السعة في الأمر. إمم، فهنا إمم، جاء الفروقات الموجودة هي اللي خلت النساء اليوم ما عندهم القدرة على التعامل مع هذه الصعوبات والتحديات. طبعا احنا ما نبغى نعمم، في نساء كذا، لكن ما يغلب عليه الغالب، هذا اللي احنا نشوفه الآن مع أيوه. الأسف. تمام. طيب الحقيقة أستاذة خديجة، بعض الزوجات لمّا بيسمعوا الكلام ده اللي إحنا بنتكلم عنه، مدى قدرة تحمُّل أمهات المؤمنين في طبعًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضيق العيش، فبيكون الرَّد ده كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ودول أمهات المؤمنين، أنا مش زيّهم، وأنا ما عنديش قدرة نفس قدرتهم على التحمُّل. وبعدين ده كان معاهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيصبّرهم، أنا اللي معايا بيبكّتني ليل ونهار وبيسمّعني كلام زي السم، ما تطلبوش منّي إن أنا أتحمّل نفس التحمُّل وفوق طاقتي، أنا عندي أطفال محتاجين تغذية وتعليم ورعاية متطلبات. هل الأم معذورة؟ مقبول هذا الكلام؟ إزاي نرُد عليها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الكلام صحيح يعني منطقيا، حتى يعني معقول جدا. ما اليوم ما نقدر نطلب من المرأة أنها تتحمل وتصبر وتصابر في حين أن زوجها مثلا ليس بهذا المقدار، لأنه إمم، في طبع النساء أصلا، في أصل طبع المرأة أنه هو القدرة على التحمل والتكيف، هذا طبعها يعني، هذه صفة في المرأة يعني غريزة فيها، عندها آه. قدرة على التكيف والتحمل. ولا هي اليوم كيف تكون عايشة مع أهلها في وضع معين، يمكن تتزوج رجل غريب وتنتقل معاه للعيش في مكان ثاني إلا لأجل قدرتها على التكيف على هذا الواقع. إمم، فبالتالي في هذا الجانب ما في إشكالية. لكن لما تعيش المرأة واقع هي تستطيع أن تتحمله، لكن مع زوج ما عنده القدرة على هذا التحمل، يصير الكلام معها فهذا الجانب صراحة مجحف قليلا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ضيق العيش والظروف المادية الصعبة كان عنده طرق في التعامل مع زوجاته لتصبيرهم في هذا الجانب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يريهم زهده في الدنيا وقناعته بما لديه، حتى أنه كان يدخل على بعض النساء في بعض الأيام فيسألهم الطعام، فلما يقولوا ما عندنا شيء فإيش يقول؟ يعني إني صائم خلاص، يكمل الصيام. صيام. لكن الآن الواقع أنه الرجل إذا دخل البيت ما لقي أي شيء، تحول البيت إلى ساحة معركة مع الأسف الشديد، يعني ما إمم، يتعامل بحكمة في هذا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالقليل ويشجع زوجاته أيضا على القناعة والصبر والتحمل. إمم، فكان دائما يحثهم على الصدقة. فكان في مرة من المرات دخل على زوجة من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم عليه فسألها الصلاة إيش يعني والسلام. أبقيتم لكم يعني من الصدقة هذه من الشهر؟ كلها تصدقنا فيها وما أبقينا إلا هذا. قال كلها بقيت يعني كلها ذهبت ذهبت ولم يبقى وما إلا هذا الذي بقي إلا قالوا هذا له. الجزء. نعم، أيوه، إلا هذا قال لهم لم يذهب يعني هذا الجزء، يعني لسه ما زال باقي. أيوه، فكأنه حثهم على أنه طلعوا يعني لا تمسكوا. طيب، إمم، فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لما كان يأمرهم كان على أساس أنهم يتزهدوا في الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائد في هذا عليه الصلاة الموضوع، والسلام. كان قدوة في هذا الموضوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصبر على المصائب والأيام الصعبة والأوقات اللي فيها فقر شديد جدا، كان يذكرهم دائما بأجر الصابرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون عليه الصلاة ويتكاتف والسلام. معهم في أعمال المنزل، في إمم، المعاونة، في أي شيء إحقاقا لهذا الأمر، تشجيعا لهم على هذه الأمور. دائما كان يحثهم ويذكرهم بالأجر الأخروي، يعني اللي في الآخرة إيش بالضبط. الذي ينتظرهم يعني. إمم، فكان دائما في هذا الجانب قوي جدا، حتى أنه كان عنده عدل في التعامل مع زوجاته في كل الأمور. حتى أنه بعض نسائه لما طلبوا زيادة الإنفاق أيوه، هجرهم يعني فترة، بعدين جاء بالضبط. قال لهم إن كنتن تردن الله ورسوله أو تردن الحياة الدنيا خيرهم، يعني إيش أيوه، تبغوا بالضبط يعني. إمم، فهنا في الخيارين لما وقعوا هم اختاروا أنهم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صلى ما هو الله عليه عليه من وسلم. الظروف. فالرجل هو القائد، المرأة
تقدر تتحمل، تقدر تصبر. وإذا وجدت الرجل الذي يستطيع أن يصبرها ويساعدها ويعينها أيوه. في هذا الأمر، إمم. حتكون أكثر قدرة في أنها تتعامل مع هذا الواقع وتربية أبنائها عليه، وتشوف أنه هذا طبيعي في الحياة. لكن بالضبط. هي تصبر وتحتمل، والرجل قليل الصبر وقليل التحمل وعدم القدرة على أن يجاري صعوبات الحياة، يصير اهم. عندها عبئين: عبء التعامل مع هذا الرجل وعبء التعامل مع هذا الواقع. بالفعل، طبعا فعلًا، بالنتيجة لإنه الأبناء بيبقى الزوج عليه بيشوفوا. دور كبير جدًا يا أستاذة خديجة، عليه دور كبير جدًا إنه يقدر يقول لها كلمة حلوة، يصبّرها، أنا عارف إنِّك سِت ب100 راجل وجدعة وواقفة في ضهري، الكلام الحلو اللي يخلّي الست تصبر على كتير من المشاكل والصعوبات المادية، لكن للأسف الشديد صح. البعض من الرجال بيفتقد الجزء ده جدًا، جدًا، وكل هَمّه يعني مثلًا يدّيها 10 جنيه وعايز يرجع يلاقيها عاملة بال10 جنيه دي وليمة وسُفرة كبيرة طويلة عريضة. طيب خلّينا ننتقل لنقطة تانية، والحقيقة أنا باسمع من كتير من الستات بتقول أنا حاسة إن البيت ما فيهوش بركة، بيدّيني الفلوس النهارده ما فيش أسبوع ألاقيها خلصت، الأسعار غليت جدًا، جدًا، الإيجار، الفواتير، ما فيش بركة في الفلوس على الإطلاق. وإحنا طبعًا شُفنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونماذج كتيرة عن البركة، وطعام الواحد بيكفي الإثنين وزيادة الطعام، زي مثلًا يوم الخندق لما أكل 1000 نفر من شاة صغيرة وصاع من الشعير. ليه يا أستاذة خديجة إحنا افتقدنا البركة في بيوتنا وإزاي نعيدها مرة أخرى؟ طيب نحن البركة سبحان الله دائما واحنا صغار كنا نسمع يعني الطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، معناها دعوة إلى المشاركة. إذا تبغى شيء يزيد عندك شاركه مع الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما نقصت صدقة من مال. إمم. يعني الصدقة هي مشاركة للآخرين بما عندي، فلا يمكن أنها تنقص، إنما تزيد الأمر بركة. طبعا مفهوم البركة اليوم ممكن مفهوم شائك أو أنه غير واضح عند الناس. يعتقدوا أنه أنا لو عندي مثلا 100 جنيه معناها، أو 1000 جنيه أو مليون جنيه معناها هو ده البركة. لا، مو هو البركة. الكثرة دي ليست دليل البركة. فإحنا اليوم لما نحرم شيء في داخل بيوتنا يجب أن نسأل نفسنا: هل نقوم بمشاركة ما لدينا مع الآخرين؟ هل اليوم بالفعل أنا لما أطبخ طبخة بعطي مثلا جيراني فيها؟ هذا كان السائد زمان، حتى يعني الواحد بدون ما ينوي بدون أي قصد يعني مثلا يستحسن اليوم لما يطبخ شيء إنه يرسل للجيران شوية شوية شوية، مو لازم كل الجيران، يعني على الأقل الجار القريب والجار اللي هنا مثلا. وكان الواحد هو لما يروح يشتري أشياء مثلا من السوبر ماركت بتلاقيه مثلا يشتري عصير ولا شيء ويعطيه العامل، وأي شيء هو ماشي يعني بيعطي. فكان آه. دائما يشوف البركة في ماله. الآن صار الخوف من الفقر هو الغالب على الناس، لذلك ذهبت البركة في اتجاه آخر. يخاف الإنسان يطلع. طب أنا أولى الناس، أنا محتاجه. في هذا السياق يعني يحضرني قصة لامرأة كان عندها مبلغ معين بسيط جدا، يعني حتى ما نقول نحن قصة من العصر القديم ولا لا لا لا، هذا في زماننا هذا. إمم. فكان عندها مبلغ بسيط يعني جدا، هي مصاريفها هي للبيت وكذا ومعها أولادها. فذهبت إلى السوق يعني تشتري ومش عارفة إيش، فسقطت منها الفلوس يعني ما انتبهت لأنه محفظتها طاحت منها وسقطت تماما. فلما وصلت عند البائع تدفع ما لقيت الفلوس، فما عندها رأس مالها لهذا الشهر إلا هذا المبلغ يعني. فقالت له أيوه. خلاص ما أبغى. إمم. فرجعت بيتها وهي منزعجة: فين راحت الفلوس؟ معقولة أنا ما أخذت الفلوس؟ معقولة؟ يمين يسار تدور في البيت ما حصلتها. خلاص انزعجت جدا. بعدين راحت المطبخ، طلعت كان عندها كم حبة بيض وشوية عدس، فسخنت العدس كذا وسوت شوربة وسخنت البيض شوية كذا، وقامت نادت أولادها قالت لهم روحوا أعطوا الفقراء برا هذا الأكل. إمم. ليش؟ طب احنا لسه ما أكلنا وانتي ما جبتي شيء وما عندنا إلا هذا الشيء ومش عارف آه. إيش. آه. قالت لهم مو مشكلة أعطوهم. هي أولادها لما خرجوا يتصدقوا بهذه الأشياء وهي ما عندها في بيتها شيء، في ذي اللحظة شافت واحد ولد جاي وبعدين بيقول لها: يا ست، قال لها: انت مو كنتي في محل الخضار اللي في هذا الشارع؟ قالت ايوه. قال لها: ما انت طاحت منك محفظتك، ما انتبهتي لها. فجاب لها اياها لين عندها. إمم. إمم. فشوفي انت كيف يتم معالجة الشيء.
سبحان الله. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنت اليوم المال اللي عندك والله لو مسكته ليوم القيامة إذا ما هو لك أنت اللي راح تصرفه بنفسك وراح تتحسن عليه، فأحسن اصرفه وأنت سعيد مبسوط وتصدق بجزء منه. والله رأينا الكثير من البركة في مسائل الصدقات بالمال القليل. فعلا خلاص فعلا. يعني اللي يطلع الواحد شيء بسيط، ليش؟ لأنه رجاء البركة من الله سبحانه وتعالى، وما يتبقى سوف يبارك الله سبحانه وتعالى. كيف؟ نحن ما نعرف، لأنه البركة جند خفي من جنود الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الفكرة، أنه نحن نشارك، مو بس الطعام والشراب والمال، نشارك أي شيء، حتى السعادة نقدر نشاركها مع الآخرين اليوم. يعني في شكل آخر للمشاركة اليوم، الكلمة الطيبة مشاركة للناس في سعادتهم وإدخال السرور عليهم، يعود علينا نحن أيضا بهذا الشيء، إنه هو تحسن المزاج، القدرة على التعامل مع صعوبات الحياة، القدرة على التعامل مع ضيق العيش، كله يعني. لأن الإنسان يكثر الحمد مع المشاركة. الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي فضلني، الحمد لله اللي دلني، الحمد لله اللي أعانني، وهكذا يعني. تمام. طيب ننتقل لنقطة أخرى أستاذة خديجة، وحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا، قالت فيه أنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني عدم وجود ما يصلح للطعام إلا شطر شعير في رف لي. طيب ده معناه أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما توفى لم يترك ميراث ولم يترك أموال ولم يترك أي شيء. طيب تعالي النهاردة نسقطه على الواقع، يعني ربنا يطيل أعمار ويحسن أعمال كل الأزواج، لما بيتوفى زوج وما بيتركش يعني اللي المفروض يتركه من وجهة نظر النساء، إنه ترك مال وعمارة وفلوس في البنك وما إلى ذلك، تقول مات وما سابليش إلا الديون بتاعته، مات وسابني محتاجة أنا والولاد، مات وسابنا محوجين للناس. طيب خلينا نسقط على الواقع. هل لما يتوفى الزوج لابد ان هو يكون سايب وتارك مال لأولاده وزوجاته؟ وماذا في حالة عدم تركه شيء؟ الزوجة المفروض تعمل ايه؟ هل تفضل تقول مات وسابنا من غير حاجة، مات وسابنا بالديون بتاعته؟ طيب هو هنا يحضرني كلمة حلوة اللي هي خيرك سابق يعني. طيب في مصر انتوا تقولوا زي كذا صح ولا لا؟ خيرك الكلمة دي سابق. ممكن تكون كلمة، أيوة الكلمة دي مم. ممكن تبدو إنها بسيطة، لكنها كلمة عميقة لو أنت تأملتي فيها اليوم. الرجل ممكن يترك أموال وعماير وكل شيء لهم، لكن يترك لهم معها كمان مشاكل كثيرة جدا. طيب تقسيم تركة وتقسيم مش عارف إيش، والقتال على هذا المال والتهافت على الدنيا، ويمكن يموت مديون وحالته حالة كمان نفس الشيء. طيب إيش اللي يصنع فرق؟ يصنع الفرق ماذا كان يفعل هذا الرجل في حياته. طيب كيف ربى نفسه، كيف ربى أهل بيته وأولاده، كيف تعامل معهم أثناء وجوده في هذه الحياة الدنيا، كيف تعامل مع الواقع اللي كان موجود فيه سواء كان عسرا أو يسرا، يعني كيف كان يتعامل معهم، هل متعهم هو في حياة الدنيا. في بعض الناس والله يكونوا أغنياء جدا وأهل بيتهم يتمنوا وفاتهم وموتهم حتى يتمتعوا، طيب فيحرمهم وهو حي يرزق يعني. وبعضهم تلاقيه فقير لكنه متعفف ومسعدهم حتى لو بالدين. طيب فيموت ويترك لهم صح دين، لكنهم يتذكرون ما كان عليه معهم في تعامله. فهنا كيف نتعامل؟ هو يبقى الرجل إيش سوى، إيش الخير السابق له في هذا الأمر كله. فهذه إشكالية يعني، نحتاج حل، هل نترك كذا ولا ما يترك كذا؟ لا يترك كذا ولا يترك كذا، لأنه في كلا الحالتين هو خير. أهم شيء هو أثناء حياته كيف كان يتعامل مع هذا الواقع، إذا كان عسرا أو يسرا كيف تعامل مع زوجته، إيش اللي رباهم عليه، هل كان حامدا وشاكرا لله على كل الحال، هل كان مؤدي حق الله سبحانه وتعالى. اليوم حتى لو إنسان فقير لله سبحانه وتعالى حق يلزم يؤديه، اللي هو شكر الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه من النعم أساسا التي لا يعرفها مخفية عنه. طيب فهل كان يؤدي هذا الشيء؟ هل هذا هو السائد كان في سلوكه وطبعه؟ لأنه الأهم من وفاته أنه هل يقوم من أهل بيته بأنهم يترحموا عليه ويذكروا حسناته ويسدوا اللي هو النقص تبعه والثغرات حقته، ولا يقولوا الحمد لله رب العالمين ربنا أخذه وترك لنا هذا ونحن ارتحنا منه مثلا. هنا هي الفكرة يعني. فهي القصة مش قصة أنه الرجل ترك ولا ما ترك، المرأة تستطيع أن تتعامل مع كل الأوضاع.
لكن كيف كان علاقتها مع هذا الرجل، كيف كان يتعامل معهم، على أي أساس رباهم، إيش القواعد أو الحسنات التي تركها في حياته معهم، حتى أيوه يقولوا إيش، والله كان بالظبط. خير وسابق هذا الرجل، يجب أن نؤدي حق الله علينا فيه حتى بعد بالظبط وفاته. بالظبط. طيب اللي بتتفرج على حلقتنا النهاردة من قوارير، البعض منهم ممكن يجي في أذهانهم إيه يا جماعة، انتوا عايزيننا نجوع، عايزيننا نجوع عيالنا، ما نصرفش عليهم، ما نوفرش ليهم احتياجاتهم ومتطلباتهم ودراستهم ولبسهم وما إلى ذلك، انتوا عايزيننا نجوع، عايزيننا نرجع ان احنا نربط الحجر على بطننا زي ما كان بيحصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. بلاش تقارنوا حياتنا الآن بحياة السلف الصالح وسيدنا النبي. احنا النهاردة جايين نقول لهم جوعوا يا أستاذة خديجة. والله نحن بالعكس، إذا عندكم قدرة أنكم تأكلوا وتشربوا وتتوسعوا تفضلوا، يعني ما في مشكلة، واصرفوا وعيشوا بالطول والعرض، لكن لا تنسى أنه في مال الله سبحانه وتعالى حق للناس الآخرين. يعني احنا نقول يعني بالطيب لازم الواحد يطلعه، هذا هو. ثاني شيء، اليوم نحن لما نستذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح في هذا السياق، هذا الشيء المنطقي والطبيعي، يعني نحن في النهاية مسلمين، فلازم يكون عندنا قدوة ومرجع وشيء نستدل به على أفعالنا، يعني نقتدي به، يعني أو نستدل على أفعالنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على هذا الأمر، كان الصحابة يمروا بهذا الشيء، من فين نبغى نجيب الأمثلة هذه والنماذج هذه كلها؟ ولا إحنا في هذا الجانب نحب نقول هذا الشيء، وفي جوانب أخرى من حياتنا نحب نستشهد مثلا بغير المسلمين في أفعالهم وسلوكياتهم وأحوالهم. يعني في النهاية نحن مسلمين، كل سلوك نسلكه في هذه الحياة نحن بنشوف نتيجته في الآخرة، والاستثمار والبناء هو للآخرة. فاليوم إذا تذمر الإنسان هنا حيشوف النتائج هنا وهنا، وإذا حمد الله هنا سوف يرى النتائج هنا وهناك في الآخرة. طيب، بالتأكيد. فهذا هو الأصل، يعني نحن لا نعيش حسب ما عندنا، يعني ولا لكن إذا صار في حياتنا ضيق، يجب نحن نتعامل معه أنه خير ما وطئت الثرى رجلاه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مر الله عليه عليه وسلم. هذا الشيء. لست يعني أنت اليوم أحسن ولا فلان أحسن، ما لا، الأحسن من كل الناس مر عليه هذا الضيق، ولكن تعامل معه بهدوء وطمأن أصحابه. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة بعضهم أغنى الأغنياء، يعني زي المليونيرية في زماننا، لكنهم لأجل هذه الدعوة عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى المدينة صاروا من أفقر الفقراء. مصعب أيوه. بن عمير لما مات كان فتى قريش المدلل، كان غني جدا، لما مات بالظبط كانوا بالظبط. يغطوا رأسه وتتكشف قدماه. طب إيش اللي وصل الحال هذا؟ المبدأ الذي اعتنقه في الحياة جعله يزهد ما في هذه الحياة الدنيا. طيب، تمام. فعندنا احنا نماذج قوية وغنية جدا من الصحابة باعوا الدنيا بكل شيء اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان بن عفان كان غني جدا، لما جهز جيش كامل هل معناه هو افتقر؟ بالعكس، ماله زاد. طيب، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالناس بالدعوة دعاهم للصدقة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم معه كل ماله، قال يا أبو بكر ماذا تركت لهم؟ قال تركته لهم الله ورسوله. مبدأ بسيط، يعني الله، يعني هذا تمام. مال الله سبحانه وتعالى، حتى لو احنا تمام. استخدمناه فهو مال الله سبحانه وتعالى. طيب أخيرا أستاذة خديجة، نصيحة وخطوات عملية لكل زوجة بتسمعنا النهاردة من خلال حلقة قوارير بتمر بضيق العيش مع زوجها ومسبب لها مشاكل، تنصحيها بإيه وتخليها تخطو خطوات عملية إيه؟ طيب، كل شيء في الدنيا هو حسب ما نحن نراه ونفكر فيه ومفهومنا عنه يتشكل في عالمنا. يعني اليوم إذا ضيق العيش تراه المرأة ضيق في الخلق وضيق في الصدر وضيق في الحياة وخلاص والدنيا أظلمت، فهذا ما سوف تراه. إذا رأته أنه فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه تتعلم التخلي عن أمور الدنيا والتركيز على ما تحتاجه من الضرورات، وتذكر نفسها دائما أنه والله بكرة تموتي حتتركي كل شيء، لن تأخذي معك ولا شيء مهما جمعتي. بالظبط. هذا بحد ذاته يخليها اليوم تحتمل هذا الأمر وتعمل على تغييره. احنا ما نقول احتملي واصبري، إذا تستطيعي تغيري غيري، لكن ما تقدري تغيري احمدي الله سبحانه وتعالى على ما بيدك. حاولي تركزي على إيش اللي في يدك، لا تطلعي لما في أيدي الناس. اليوم عندي أنا عدس، عند الناس يأكلوا لحم مثلا، ما في داعي أطالع في اللحم هذا، إنما أقول الحمد لله عندي عدس. في ناس ما عندها شيء ثاني،
انظر، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال؟ في أمور الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. اليوم لازم احنا نطالع في النعم هذه كلها. اليوم ما في أكل وشرب، ما في أكل، في سقف أويني. اليوم ما في كذا، في كذا. لازم مم. أشوف إيش الموجود مم. ولا أركز على المفقود، على لأنه المفقود. حتى لا أفقد ما في يدي، فأحمد تمام. الله سبحانه وتعالى عليه. في النهاية هي بالبركة، يعني كل الأمور تمشي بإذن الله تعالى. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش، على تواجد حضرتك معنا وعلى هذا الطرح المميز كعادة حضرتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم البركة في الرزق. وندعو الله سبحانه وتعالى دائما ونقول اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، اللهم ارزقني كي أنفق في سبيلك. عليكم بالدعاء، عليكم بالصدقة، وإن شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم من حيث لا ندري ولا نحتسب. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.